السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة عملنا القرص الطرية، القرص الفلاحي الجميلة بالشمر واليانسون. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. مقاديرها بسيطة جدا وسهلة جدا. معايا كيلو دقيق مخبوزات تكوني مجرباه قبل كده، معايا معلقتين كبار لبن بودرة، ومعايا شمر ويانسون، ومعايا معلقة سكر كبيرة، وباكو خميرة فورية، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا نص لتر مية دافية، وكوباية سمنة على زبدة، ومعايا كمان علبة زبادي. انا نسيت احطها لكم في المقادير، هتشوفوها بعد كده. هنحط بقى المقادير الجافة كلها على بعض، وهنقلب كده كويس جدا. الشمر واليانسون انا اخدته كده، هما معلقتين كبار، قلبتهم تقليبة كده هون على النار عشان تظهر ريحتهم، واخدتهم في الكبة او كوباية الزبادي اهيت، اخدتهم كده في الكبة طحنة خفيفة يكونوا مجروشين، بيدي للقرص طعم جميل جدا. هحط بقى كوباية السمنة اللي على زبدة دي، طبعا السمن والزبدة سايحين، وهناخدهم كده هنبسهم كده في العجان. لو مفيش عجان اعجني على ايدك، مش هيبقى فيه مشكلة خالص. كوبايتين المية اللي عندي دول هم عبارة عن نص لتر، ومعايا كده نص كوباية حطاهم كده على جنب، علشان انواع الدقيق مش بتبقى زي بعضها، ان انا ممكن استخدمها، ممكن اخد شوية المية دول. كل دقيق بياخد كمية سائل مختلفة اهو كده. انا لسه عايزة اعجن تاني، تتعجن كويس جدا. انا كده مخدتش النص كوباية اللي انا كنت حطاهم على جنب، لكن انت ممكن تحتاجيهم. هسيبها بقى تخمر زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. اهي خمرت اهيت وحجمها تضاعف. طبعا بنحطها في مكان دافي، وهبتدي كده اقسمها على جزئين عشان يبقى سهل تقطيعها. القرص اللي من المخبوزات اللي ما بتاخدش وقت نهائي ولا مجهود كمان، وطبعا بتعمليها بالحجم اللي تحبيه. انا هنا عملتهم كبار زي اللي كنا بنجيبهم زمان من الفرن، لكن دلوقتي الموجودين في الفرن احجام صغيرة جدا. طبعا شكليها بقى بالحجم اللي يعجبك. انا كده عملت من الدقيق تقريبا 16-17 قرصة، لان القرص كانت كبيرة. هبتدي بقى اكور كل قطعة عجينة كده واسيبها على جنب لغاية اما اكور كل الكمية. طبعا القرص دي مش هقول لكم بقى على طعمها وجمالها، مع كوباية شاي كده هوت حاجة كده فوق الخيال، وبألف هنا وشفا مقدما. ما شاء الله بتبقى طعمها غير بتاعة الفرن خالص، بتبقى طعمها لذيذ جدا، وحاجة كده نظيفة وعاملاها بإيدك في البيت، حاجة كده وهم. ما شاء الله طلعت كمية حلوة جدا، وكمان طرية جدا وطعمها رائع. طبعا الفرن تسخنيه قبل ما تحطي المعجنات بتاعتك في الفرن
بيكون سخن. وبعدين القرص دي بتتعمل على درجة حرارة 200 علشان تفضل طرية. انا هاخدها بقى افردها بالطريقة دي، بس ما تكونش سمكها رفيع قوي. اهي تقريبا السمك دوت كده. وعندي صينية ادهنيها دهنة خفيفة قوي زيت. بصوا عشان العجينة مرتاحة بتتفرد بكل سهولة. وبصوا كمان ما شاء الله القرصة كبيرة ازاي، ما شاء الله. كان حجمها كده كومبو زي بتاع زمان. انتي بقى لو عايزة تصغري عن كده ده في ايدك بقى. اهو بصوا رصينا كده في الصينية وهنسيبها بقى تخمر خالص لغاية اما حجمها يتضاعف زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. وهنا عندي معلقتين لبن بس، ممكن تحطي عليهم كمان معلقة سكر علشان يدي الوش كده شكله الذهبي الجميل اللي بنجيبه من الفرن. طبعا عشان احنا الفرن بتاعنا فرن منزلي مش زي الفرن بتاع الفران، لكن في فرن الفران مش بيدهنوا الوش بتاعها خالص. هندهن بقى الوش كده، واول لما تاخد لون خفيف من تحت هنولع عليها الشواية علشان تفضل عندي طرية. بصوا كده خرجت من الفرن شكلها رائع. هرشها بقى رشة خفيفة كده من المية واغطيها علشان تفضل الوش بتاعها، تفضل القرص بتاعتي طرية. وادي الكمية اللي انا عملتها من كيلو دقيق. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت جميلة جدا وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. بصوا طرية وهشة وكانت طعمها رائع. جميلة جدا وبألف هنا. ما تبخلوش بقى علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.